النهارده الوصفه بتاعتنا هنعمل الطعميه ومكوناتها كلها موجوده في البيت. كل اللي هحتاجه في الوصفه دي هو كوبايه من الفول المدشوش، ودوت انا نقعاه ليله كامله وبعد كده غسلته. وهحتاج كرفس وكزبره وبصل اخضر. انا هنا هحط الاول الفول المدشوش بتاعي، هحطه في الكبه او اي حاجه عندكم. بعد كده هفضل اخلطها لحد ما تبقى ناعمه كده، وبعد كده هحط البصل الاخضر. وهنا البصل الاخضر انا هضربه الاول علشان بس كله كده يعني ما يبقاش فيه قطع. وبعد كده هحط بقى الكزبره والكرفس بتاعي. وهنا بقى بعد ما حطيت بضرب حبه حبه لحد ما بصوا لونه ابتدي يتغير معايا. بعد كده حطيته بقى في طبق، وبعد كده حطيت رشه من الفلفل الاسود ورشه من البابريكا وحطيت الملح بتاعي. وبعد كده حطيت كزبره ناشفه ومعلقه من البيكنج باودر، وهقلب بقى كل ده مع بعض. ولو عايزين يدي كده زي قرمشه بسيطه هحط معلقه من السميد بتاع البسبوسه، وافضل بقى اقلب وهو هيمسك لوحده. بعد كده اخليها على جنب لحد ما اجي اعملها. هنا بقى بعد ما طلعت خلاص يعني بعد ما طلعتها من التلاجة، هنا رحت انا عاملاها زي الطعميه اللي احنا بنجيبها من بره. وبعد كده في زيت نزلت الطعميه، اول ما بتاخد لون معايا بفضل اقلبها لحد ما تستوي معايا خالص. هنا بقى الطعميه بقى بعد ما خلاص استوت طلعتها بقى على جنب. والخطوه اللي هي بتاعه السميد دي بتفرق قوي في الطعميه، وفعلا بتديها قرمشه كده، يعني بتبقى طريه من جوه ومقرمشه من بره. هنا بقى انا جبت العيش بقى بتاعي خلاص، وهحط فيه اي صوص انتوا عايزينه، عايزين تحطوا كاتشب ومايونيز، عايزين اي نوع انتوا عايزينه. وبعد كده هنزل الطعميه، وهنا نزلت الطماطم، وبعد كده نزلت الخس. وهقلب بقى يعني هقفل الساندوتش بتاعي كده هلفه بالشكل ده. وبعد بقى ما الفه هجيب طاسه على النار، هحط فيها شويه زيت، وهنزل الساندوتش بتاعي ياخد لون كده او تحميصه كده خفيفه كده من تحت. هقلبه بقى الناحيه التانية. هنا انا جبت برضو عيش وعملت نفس الطريقه اللي هي بتاعت الخطوات بتاعت اول ساندوتش، بس الفرق ان انا حطيت جبنه شيدر تدي طعم حلو قوي للساندوتش. وبعد كده هقفل الساندوتش بتاعي، وهجيب طاسه على النار وبرده فيها نقطه الزيت، وهنزل الساندوتش فيها ياخد زي لون. وهو ده شكله بعد ما طلع. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.